السلام عليكم متابعيني يا حبيبات الغاليات. اليوم عندي فصال هاي القطعة، قطعة كشمير هذه إيطالي 3 أمتار. حبيباتي راح أفصلها فصال رياضي دبل كلوش، وعندي هذا التطعيم راح أخليها من هذا التطعيم أطعمها بيه. شوف حبيباتي، إذا تريدون دبل كلوشة، طبعا أنا أول مرة أني أفصل دبل كلوشة رياضي، ما نزلته على القناة. ينطبق مثلث هو، يعني كل الجهات تقدرون تطبقونه من هاي الجهة أو من هاي الجهة، المهم تطبقونه مثلث. بس 3 أمتار. شوف أنا قستها قبل لا أفصل، يعني طلعت عندي الطول 120 سنتيم، الطول البدن عندي 120، تجي وياها 10 سنتيم الردة، تصير عندي 130. طبعا إذا قلت لكم إذا زبونة عندكم سمين طويلة ما تكفيها 3 أمتار دبل كلوشة، 3.5 ساعة تكفيها. شوف حبيباتي، هسه طبقتها راح تنطبق بهذا الشكل. شوفوا المثلث مالته هنا راح تنطبق بهذا الشكل. هسه راح اطبقها واشوفكم الفصال مالتها شلون راح يصير. شوفوا حبيباتي، بكل الاحوال شلون ما اطبقها تطلع لي الطول مالتها 120. زين حبيباتي، 120 يعني مثل ما قلت لكم اذا عندكم الزبونه طويله ما يكفيها. شوف هسه انا طبقتها يعني 4 طبقات على شكل مثلث. هذا الفصال مالتها. شوف شلون راح اسوي الفصال مالتها. جبت لها تطعيم نص متر. شوف حبيباتي، اول شي هنا هذا المثلث راح اخذ الحفرة مالت الرقبة. طبعا هاي الدشداشة اللي هي 8 سنتيم، ياخذوها 8 سنتيم، انا ريتها 10 سنتيم لان ما احب الدشداشة مخنوقة. زين حبيباتي، شوف هاي عندي هاي 10 سنتيم. شوف حبيباتي، هسه هاي مثل ما قلت لكم هاي عندي 10 سنتيم، هاي 10 سنتيم. هذه 10 سنتيم راح يعني تروح منها خياط منا ومنا، يعني تصفالي 7 سنتيم او 8 سنتيم. شوف حبيباتي، هسه خططها راح اخذ هنا هم القياس، هنا 11 سنتيم، هذه 11 هي مخططة 11 سنتيم، وهنا هم تجيكم 11 سنتيم. شوفوا حتى الفصال يجيكم عدل، هاي 11 سنتيم. هسه هاي راح تنقص بهذا الشكل، نقص عدله. شوف حبيباتي، هسه هذه عندي حفرة الرقبة. هنا عندي القياس محيط الصدر، هنا مش قد راح اخذه، اخذ 28 سنتيم. الردن هنا 28، محيط الصدر 28، هاي 28 تروح منها خيال، يعني تصفالي 24 سنتيم القياس، حسب قياس اللي انتم تريدونه. مالكم شغله بالقياسات اللي انا جاي افصل عليها، كل من قياسه. شوف حبيباتي، هنا هسه اخذت 28، وهنا هم اخذت 28 سنتيم، هاي 28. شوف شلون جتني، هي تجي 28 منا و28 منا. هذا محيط الصدر مالتي 28 سنتيم، وهذا الحفرة مالت الأبط. بس اعدلها لان القماش عندي ما متساوي. شوف حبيباتي، هسه ايش راح اسوي هاي الحالة. شوف هسه عندي هذا محيط الصدر، شوف حبيباتي هسه هذا الفصال مالتها. هنا راح اقوسها شوية تخصير، اخذ بيها شوية يعني موية وانزل بيها على شكل كلوشة، يعني على القماش كله. شوفوا ان شاء الله الشرح واضح عندكم.
يعني بس مجرد اساوي القماش. شوف حبيباتي هسه وصلت للنهاية. هنا هاي عندي زيادة، شوفوا هذه هسه راح اخططها تخطيط، لازم يجي تخطيط واحد يعني نفس الطول مالتها. شوفوا من تخططون شوف حبيباتي هسه مثل ما قلت لكم تقيسون قياس واحد من الحفرة مالت الرقبة. منا تبدون هاي من حفرة الرقبة، اذا مبين عندكم واضح. منا شوفوا من البداية لنهاية القماش ايش قد راح يصير عندكم. شوفوا حبيباتي هنا من نهاية القماش ايش قد صار عندي القياس. مثل ما قلت لكم اريد قياس واحد. القياس عندي طلع 122. شوفوا من الكتف من يم حفرة الرقبة، هاي الحفرة مالت الرقبة لحد نهاية القماش ايش قد طلع عندي. بس مثل ما قلت لكم يكون قياس واحد، تخططونها بالطباشير وبعدين تفصلون. شوف هذا بس يكون التصوير واضح عندكم. شوفوا حبيبات اللي هنا مثل ما قلت لكم 122، هاي 122 سنتيم. هذا لازم تجيني كلها نفس القياس 122، تبدون بيها كلها على 122 حتى تجيكم الدائرة عدلة. شوف حبيبات هنا هسه هذا النهاية مالته، الجهة الثانية مالت القماش. شوفوا منا راح ابدي اخطط بعد، منا ابدي اخطط كله 122. شوفوا هذا التخطيط هسه راح اخططها لان شوي الكاميرا ما واضحة عندكم، راح اخططها واشوفكم التخطيط مالتها شو راح يصير. شوفوا حبيباتي هذا التخطيط مالتها كله قياس واحد، صار عندي 122 سنتيم. راح تصير عندي كلوشة عدلة ومساوية. شوفوا بهذا الشكل. شوفوا شلون صارت عندي بهذا الشكل حبيباتي. هذا الفصال مالتها. شوف الكلوشة شلون صارت عندي بهذا الشكل. هاي الكلوشة مالت الدبل كلوشة صارت عندي. إذا تشوفون بيها يعني صعوبة تقدرون انه تطبقونها طبقة مرة ثانية بهذا الشكل حتى عندكم القماش يتساوى. شوف شلون راح اطبقها بهذا الشكل حتى عندكم الدائرة تتساوى. شوفوا شلون هسه طبقتها تقريبا 8 طبقات. شوفوا شلون اجت قياس واحد، منها جتي قياس واحد. شوفوا حبيباتي هذا الفصال مالتها، هذا فصالها، هذا الفصال ما قلت لكم صارت دبل كروشيه. هسه المطبوقة عندي هاي 4 طبقات. هذا الفصال مالتها. هسه ايش عندي؟ بقت عندي الردان حبيباتي. شوفوا الردان، هذا القماش اللي بقى عندي اشوف يكفيني لو ما يكفي. انا جايبت له تطعيم نص متر، هذا اشوف يا هل يكفيني اخليه. شوفوا حبيباتي هذا اللي بقى عندي، هذا راح اسوي من عنده الردن. طبعا يكفينا الردن كلش كافي. هنا هذا اخذ 12 سنتيم طبعا للردن 12 سنتيم. شوفوا حبيباتي هنا 12 سنتيم ايش قد راح يبقى عندي الطول مالت الردن. هاي الطول مالتها، الطول عندي تقريبا 50 سنتيم. 10 تروح للكتف يبقى لي 50. زين حبيباتي كلش كافي. ردن عادية
هاي 12 سنتيم. شوفوا هاي 12 سنتيم. شوفوا شلون ها عندي الردن. هنا مثل ما قلت لكم عندي هنا 28 سنتيم الحفرة مالت الأبط. هاي حفرة الأبط. هاي الحفرة مالت الأبط 28 سنتيم. هسه راح تتفصل فصال عادي. هذا الفصال مالتها. صارت عندي طول الردن. هاي الردن مالتها. شوف شلون صارت حبيباتي. الطول عندي 50، 10 سنتيم راح تروح. طبعا هنا عندي 47 سنتيم الطول مالتها. 10 سنتيم راح تظل عندي 37 كلش كافي. زين حبيباتي هسه هذا الفصال مالتها. طبعا الردن صارت عندي قطعة واحدة. شوفوا شلون صارت عندي بهذا الشكل. هذا الفصال مالتها. ومثل ما قلت لكم الردن منها ما بيها خيار. صارت عندي قطعة واحدة. يعني كفاني 3 أمتار كلش كافي. عندي راح يصير تطعيم هنا بالصدر. راح اخليها مسطرة واخليها حزام واخلي نهايتها الردن هم راح اخليها بصمة يعني لون للتطعيم. راح يصير عندي هسه بهذا الشكل. شوف حبيبات هسه شو راح اسوي. هنا راح اخذ قطعة واحدة اطلع منها عندي القطعة اللي مطبوقة. هذه مطبوقة طبعا. راح اخذ منها 3 اصابع. هاي 3 واطلع يعني هي الصفر. هاي عندي الظهر. هذا الظهر حتى ما تصير عندي دلعة من ورا. شوف حبيبات هاي قطعة الظهر حتى اعرفها. تحطون بها نشان حتى تعرفون لان صارت عندي قطعة واحدة. شوفوا هاي جهة الظهر. هسه هاي عندي الردان. وهنا عندي هذه جهة الأمام. راح آخذ منها 3 فصل. يعني فصال عادي. شوفوا هاي عندي جهة الأمام. هم أخلي بيها نشان حتى أعرف الظهر من الأمام. أساويها أطبقها زين حتى يجي الفصال عدل. مثل ما قلت لكم التطعيم راح يصير عندي بالصدر إن شاء الله. من الخياطة أشوفكم بالخياط مالتها شلون راح يصير. شوفوا هذا هنا 3 أصابع آخر. هاي 3 وانزل بيها 3 على حافة الأبط. انهيها بصفر. شوفوا حبيباتي هذه اللي قصيتها من يمها. هاي هسه عندي جهة الأمام حتى أعرفها. هاي جهة الأمام. شوفوا حبيباتي هذا الفصال مالتها. ومثل ما قلت لكم راح يصير عندي حزام متحرك تطعيم. واخليها مسطرة من فوق تطعيم. يعني ما راح اخليها شغل هواي ولا اخليها لوازن. حبيباتي هسه هذا الفصال مالتها. انتظروني بالجزء الثاني حتى اشوفكم طريقة الخياط مالتها.